مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. أسباب وحدة جماهير الإفريقي والترجي في بلاغ مصير البليلي والترجي مرتبط بلاعب النادي الإفريقي. أصدرت بعض مجموعات النادي الإفريقي والترجي التونسي بلاغ مشترك حول الأحكام الصادرة في حق المتورطين في قضية وفاة محب فريق بجديد عمر العبي، وذلك بعد قرار سنة سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق كل من تورط في القضية، كما دعت المجموعات إلى العدالة وتطبيق القانون. هذا كما قلنا اللي ارتبطت وتفاعلت معها كذلك جماهير الترجي التونسي وساندت جماهير النادي الافريقي. وما دمنا مع الافريقي والترجي ومتابعه لملف الطيب المزياني ويوسف البليلي، فقد تم تاكيد ما نشرناه رسميا من قبل حول التحاق المزياني لفريق المولوديه تاع الجزائر فريق البليلي الحالي، وفي نفس خطه هذا الاخير، وهو ما يطرح عده مشاكل بين البليلي ورئيس الفريق ورغبته في الرحيل بعد طرح اسمه في الترجي، يعني فريق المولودية رسميا للشريط الطيب المزياني نفس خطة يوسف البليلي. فهل سيعود يوسف البليلي إلى الترجي التونسي؟